أعتبر هذا اليوم يوم مشهود بالنسبة لي، ليس فقط لجمعية سلا المستقبل بل يعني مدينة سلا التي تساهم مع مدن أخرى منها المغربية ومنها المغاربية في هذا اللقاء وهذا المنتدى إن صح هذا التعبير. فكما في علمكم العمل هو عمل مبني على شراكة بيننا بين المدن المغاربية الستة والاتحاد الأوروبي في إطار ما يسمى بمشروع المنتدى. المدن المغاربية التي تساهم في هذا العمل هي بالنسبة للمغرب مراكش وسلا، بالنسبة للجزائر هي مدينة غرداية ودليس، وبالنسبة لتونس مدينة قيروان وسوسة. فالغاية من هذه العملية هذه المشتركة مع الاتحاد الأوروبي هي أولا الحفاظ على التراث لا المادي ولا اللامادي، وجعل السكان المدن المعنية بالأمر والمدن الأخرى إن شاء الله يتملكون هذا التراث ويجعلونه جزءا لا يتجزأ من شخصيتهم. نعلم أن عدد من هذه المدن عرفت طفرة كبيرة وطفحا كبيرا على المستوى العمراني، وبالتالي تزايد عدد السكان يقتضي بالضرورة الإدماج الثقافي وتملك هذا التراث بشكل كامل. فنحن نعتبر أن التراث لا يقتصر على المدينة العتيقة داخل الأسوار، بل هو تراث طبعا يهم كل المدينة بالنسبة لسلا التي أصبحت الآن مدينة مليونية بالنسبة لعدد السكان، وتعيش مشاكل كثيرة لا على مستوى الحكمة ولا على مستوى التنظيم العمراني الذاتي. فهذا الملتقى هو نهاية لمرحلة دامت 4 سنوات وبداية بالنسبة لنا للاستمرار على نفس النهج حتى نستطيع فعلا أن نتملك هذا التراث. ولذلك نشتغل مع المدارس، مع الأطفال في مدارسهم، مع الأحياء، مع الصناع، مع كل من يكتسب هذا التراث أو جزءا. Bon, donc, le projet Muntada, c'est un projet euro-méditerranéen financé de l'Union européenne et qui est ciblé dans les trois pays du Maghreb, ça veut dire la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Pour l'Algérie, il y a Délice et Gardaïa. Pour la Tunisie, on a comme partenaire Sousse et Kélouan. Et pour le Maroc, on est à Salé et aussi il y a Marrakech qui participe dans ces projets. Bon, les objectifs de ces projets Muntada, ce sont plutôt de la promotion de l'architecture traditionnelle et des centres anciens, des médinas, disons, dans le Maghreb, dans lesquels on essaye de faire participer la population dans la prise de décision, des actions qui doivent être menées, de faire participer tout le monde et d'avoir une approche très, très participative dans toutes les actions qu'on développe. Le programme Montada, c'est un programme qui a une durée limitée et qui est comme idée, l'objectif c'est d'impulser et créer des structures solides qui prennent, qui puissent continuer le travail qui a été initié avec des outils. Il y a l'outil pédagogique, c'est une publication qui va permettre à tout le monde de continuer à travailler sur ça. Le ministre de la Culture et aussi le ministre de l'Enseignement ils ont pris un engagement d'impulser les clubs du patrimoine dans plusieurs villes, dans plusieurs écoles. Et bien sûr, ça sera un relais que va prendre le ministère et les enseignants pour donner continuité à toutes les activités avec des enfants qui ont été lancés dans le cadre des Montada. يعني وجود مدن مغاربية ست في هذا الملتقى، هل هو نداء من هذه المدن لمزيد الاستحثاث نحو بناء مغاربي واحد خصوصا في مسألة التراث؟ لا شك في هذا. آه، الأقطار المكونة للمغرب الكبير لها تاريخ مشترك، قيم مشتركة وتراث مشترك. مدينة قيروان، مدينة فاس، مدينة مراكش، مدينة سلا، بطبيعة الحال التقاليد يمكن أن
أن تكون مشابهة أحيانا أو مغايرة، ولكن القيم والكيفية التي جعلت من هذه المدن أن تكون في التاريخ لها إشعاع، اليوم نفس الإشكالية مطروحة علينا، وعلينا أن نجتهد معا لإيجاد الحلول الكفيلة لإعطاء حيوية وحياة جديدة لهذه المدن العتيقة من أجل التنمية المستدامة ومن أجل تلبية حاجيات الساكنة في هذه المدن العتيقة، ليس فقط ساكنة هذه المدن العتيقة ولكن كذلك جعل من هذه المدن العتيقة تصبح قطب للتنمية للمدينة ككل. بالنسبة لهذا اللقاء هذا كيجسد واحد تبادل ديال التجارب ديال كل مدينة في هذا الإطار هذا، باش يمكننا نشتغلوا بعضياتنا ونشوفوا كل واحد كيفاش اشتغل وكيفاش يمكننا نستافدوا من التجارب ديال المدن الأخرى. زائد واحد النقطة اللي هي مهمة، هذا اللقاء هذا شاركوا معنا عدد ديال الباحثين خارج هذا المشروع اللي كيبحثوا في إطار التراث من مصر، من تونس، من الجزائر، من المغرب، من إيطاليا، من فرنسا، من إسبانيا، من مصر، من الأردن، عدد ديال الإخوان اللي شاركوا معنا في إطار تبادل ديال التجارب وشنو هي الطرق اللي يمكننا نحسنوا بها العمل اللي قمنا به. مشروع منتدى اللي هو مشروع تيدخل في واحد البرنامج شامل للحفاظ على التراث ولخلق كل ما يتعلق التعاون الأورو متوسطي للمحافظة على التراث المعماري والتراث الثقافي اللي هو تراث إنساني. لذلك انخرطت نيابة وزارة الوطني في هذا المشروع بحيث تم تعميم مجموعة ديال أندية التراث، ومن خلال الأنشطة المستمرة والمتتالية التي همت أساسا الجانب ديال المحافظة وتحسيس بأهمية التراث المعماري ومساهمة التلميذ اللي هو مواطن الغد للحفاظ عليه وتبنيه وتملكه كتراث شخصي ماشي تراث حضاري اللي هو يعني ضروري المحافظة عليه. وبطبيعة الحال نحن في صدد الاستمرار وفي صدد تعميم هذه الأندية على مستوى نيابة سلا، والاتفاقية تنص على تعميمها على مستوى باقي النيابات في ربوع التراب الوطني. que sont la réhabilitation, la gouvernance et l'éducation. Parce que aujourd'hui, la priorité, c'est la réhabilitation de ce patrimoine. Et c'est une œuvre qui n'est pas facile, étant donné l'interférence de plusieurs facteurs qui limitent notre action, soyons le pouvoir public ou société civile. Parce que la réhabilitation aujourd'hui, elle a un coût financier, mais aussi un coût social. Mais je crois qu'il vaut aussi le coût de l'entreprendre. Sinon, c'est une partie de notre identité qui disparaîtra. C'est un savoir-faire séculaire qui deviendra mieux connu des générations actuelles et futures. C'est aussi une part de l'activité économique qui est négligée. Monsieur le ministre a rappelé qu'autour de la réhabilitation, il y a la valorisation d'un certain nombre de métiers, donc créatifs de travail. هذه الندوة الإقليمية هي ندوة بمثابة المشروع يختم لمشروع منتدى، هو بمثابة ملتقى نهائي لتقييم هذا المشروع. ونحن شاركنا في هذا الملتقى بعرض تجربة منتدى في من ناحية إشراك المواطن، وكذلك إيجاد شراكة جديدة بين المواطن وكذا بين التقنيين والإداريين لإنشاء شراكة جديدة لصيانة هذا الموروث الحضاري والاعتناء به وكذا تقيته. وهذا المشروع يهدف إلى
توعية المواطن وتشريك المواطن في العناية بالمدينة العتيقة حتى تواصل إسهامها في التنمية الشاملة. El proyecto Montada es un proyecto principalmente dirigido con el objetivo de crear un nuevo marco de gobernanza en el cual intervenga toda la población y se cree este nuevo modelo que ayude a desarrollar y a potenciar el conocimiento del patrimonio en las ciudades del Magreb, principalmente en Túnez, en Argelia y en Marruecos. El proyecto Montada ha trabajado desde la creación de unos forums donde han participado las diferentes asociaciones, entidades y autoridades, la población, y después ellos han decidido cuáles son las actividades y las temáticas en las cuales marcar las líneas de trabajo, y a partir de ello se han realizado más de 50, 60 actividades en cada una de estas ciudades. نقول لكم الفضاء جميل، الجاتو جميل، الفرقة جميلة وأنت جميل، والمغرب أنا أصبحت من عشاقها. Yeah,